جماعة الحوثي تستعيد السيطرة على مديرية الزاهر بالبيضاء. لنشاهد التفاصيل. أكدت مصادر ميدانية أن جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء سقطت في يد جماعة الحوثي من جديد بعد تعرض المقاومة لهجوم عنيف من عدة اتجاهات. وأكد أمين عام حزب رشاد السلفي عبد الوهاب الحميقاني في تسجيل صوتي أن مديرية الزاهر سقطت في يد جماعة الحوثي وأنهم استعادوا معظم المناطق التي حررتها قوات المقاومة والجيش في الأيام السابقة. وقال الحميقاني أن قوات المقاومة اليمنية في البيضاء جبهة الزاهر اضطروا إلى الانسحاب إلى مواقعهم السابقة بعد تعرضهم إلى هجوم حوثي عنيف بمختلف الأسلحة من 4 اتجاهات وكثافة نارية وكثافة بشرية حتى نفذت كل ما مع المقاومة من ذخائر وقذائف، فاضطروا مجبرين إلى الانسحاب إلى موضع مواقعهم السابقة. وأضاف الحميقاني أنه ليس مع رجال المقاومة أي وسائل اتصال حتى يطلبوا المساندة والدعم إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة قطع جماعة الحوثي للاتصالات بمحافظة البيضاء عن المديريات التي حررتها قوات الجيش والمقاومة بمحافظة البيضاء. وقال الحميقاني أن إعلانه الصريح بسقوط مواقع بمحافظة الزاهر جاء حتى لا يعيش الناس في الوهم وترتب الشرعية والجيش للوضع في البيضاء والحازمية ويستعدون لمقاومة هجوم الحوثي. وكانت قد أفادت مصادر ميدانية أن جماعة الحوثي شنت عدة هجمات على مديرية الزاهر الحميقان بمحافظة البيضاء من جبهات عدة بكل أنواع الأسلحة، عمليات تصوير بطائرة بدون طيار على مديرية الزاهر وطائرات أخرى انتحارية في محاولة من الحوثيين لاستعادة المديرية. وقالت مصادر ميدانية أن الجبهة الشرقية في مديرية الحازمة والغربية بمديريتي ذي ناعم والزاهر منطقة آل حميقان شهدت هدوءا حذرا بسبب وقف المقاومة والقوات الحكومية هجماتها على مواقع الحوثيين بهدف زيادة تأمين المواقع التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية وتحسبا لأي تحرك حوثي، إضافة إلى إعادة ترتيب صفوف قوات الجيش والمقاومة وتموين المقاتلين في خطوط التماس.